السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة ربيع الأول وكل الناس تتكلم عن مولد النبي، تعالي اعرفي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كان ربنا عز وجل بيحبه ازاي، وكان مفضله ازاي، وكان بيهوده وبيعمل له كل اللي هو عايزه قوي. وده كلام السيدة عائشة رضي الله عنها، هقولك دلوقتي ازاي. تعالي اسمعي فضل النبي عند الله عز وجل، وان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في القرآن ولا مرة باسمه مجردا إلا مرة واحدة، وهقولك عليها دلوقتي. تعالي كده اسمعي البداية كده. إن الله عز وجل فضل بعض الأشياء على بعض، والله يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل فضل بعض الأيام على بعض وجعل أفضلها يوم الجمعة ويوم عرفة، وفضل بعض الليالي على بعض وجعل أفضلها ليلة القدر، وفضل بعض الشهور وجعل أفضل شهر هو شهر رمضان والأشهر الحرم، وفضل بعض الأنبياء وجعل أفضل الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا الله عز وجل فضل بعض الأمم على بعض وجعل أفضل أمة هي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. أيضا فضل بعض الناس على بعض، وكان أفضل الناس كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأفضل الناس عند الله عز وجل هو الإنسان التقي. فضل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وجعل له مقام عالي عند الله عز وجل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثلي ومثل الأنبياء قبلي. شوف أنا بقى والأنبياء دول كلهم أنبياء كتير جدا. مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى دارا فجملها وحسنها إلا موضع لبنة. يعني الدار دي جميلة جدا، بناها حلو قوي وفخمة قوي، فإلا بس في طوبة ناقصة، حتة ناقصة كده مخليه الشكل مش هو يعني. فجملها وحسنها إلا موضع لبنة طوبة كده، حتة بس محطوطة هي اللي متشالة كده، هي اللي ناقصة. فجعل الناس يدخلونها وينظرون ويقولون: ما أجملها وأحسنها لولا هذه اللبنة. إيه الدار الجميلة دي، إيه الدار الفخمة قوي دي، بس لولا اللبنة دي، هي دي بس لو كانت تكمل. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. يبقى ربنا عز وجل جمل جميع الأنبياء وحسن جميع الأنبياء بوجود النبي صلى الله عليه وسلم. من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم مقارنة اسمه باسم الله تعالى. لا نذكره أن نقول إلا لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقوليها في الشهادة، تقوليها عند الأذان، تقوليها إن شاء الله عند الموت، ربنا يطلق لساننا بيها. مقارنة اسمه باسم الله تعالى فعلا حقا، ورفعنا لك ذكرك. من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى لم ينادى في القرآن باسمه مجردا، ولكن يقول الله عز وجل: يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. حتى عندما قال محمد قال: محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما النداء على باقي الأنبياء فكان يقول: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا نوح اهبط بسلام منا. أما النبي صلى الله عليه وسلم لم ينادى باسمه أبدا إلا محمد رسول الله. أيضا الله عز وجل حلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك يعني وحياتك، وحياة عمرك، إن القوم دول كلهم واخدهم السكرة، واخدهم السكينة، واخدهم اللهو، وهم يعمهون، ناس عمية مش شايفين. فحلف بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل عاتب النبي صلى الله عليه وسلم في قوم، فربنا عز وجل نزل العتاب، وقبل ما ينزل العتاب قدم العفو، فقال تعالى: عفى الله عنك. اهو العفو الأول: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. مش كنت تصبر شوية تشوف مين الصادق ومين الكاذب؟ ليه أذنت لهم كلهم إنهم يخرجوا للغزوة؟ وقدم العفو قبل العتاب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آدم صفي الله، وإبراهيم خليل الله، وموسى كليم الله، وعيسى روح الله، وأنا حبيب الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بعض الصفات دي كلها من كل نبي،
فيقول صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبو بكر خليلا. تخيلي، يبقى مين الخليل؟ الله. برضو النبي صلى الله عليه وسلم في صفة اهو. أيضا سيدنا موسى عندما كلم الله في الأرض عند جبل الطور، النبي صلى الله عليه وسلم كلم الله عز وجل عند العرش، عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، كلمه وليس بينهم حجاب، وكلمه في السماء السابعة فوقها سدرة المنتهى عند جنة المأوى. يبقى أخذ هذه الصفة. أيضا سيدنا موسى عندما ذهب للقاء الله عز وجل فقال الله: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ فقال: وعجلت إليك ربي لترضى. رضاك يا رب، أتمنى رضاك يا رب. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له: ومن آناء الليل فسبحه وأطراف النهار لعلك ترضى. انت يا حبيب الله اللي ترضى. صلي كتير، صلي كتير، عشان بعديها على طول: ولسوف يعطيك ربك فترضى. هيديك كل اللي يرضيك، كل اللي انت عايزه ربنا هيديهولك. ده من حب الله للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من حب ربنا عز وجل للنبي إن بيدافع عنه ويسانده حتى أمام زوجاته. حصلت مشكلة كبيرة في بيت النبوة، عشان ربنا يعلمنا إن كل بيت كده، ودي حاجة عادية، بس تتعلموا هتعملوا إيه بقى مع أزواجكم. فحدثت مشكلة كبيرة بين النبي وبين أزواجه كلهم، فنزل الله عز وجل بالقرآن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لأمهات المؤمنين. شوفي بقى الكلام اللي جاي بشدة كده: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يلا توبوا وارجعوا إلى الله عشان قلوبكم تصفى زي ما كانت. وإن تظاهرا عليه، لو هتجتمعوا عليه كلكم وتعملوا مظاهرة عليه، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. كلنا كده، أيوة، كلنا في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين يأتي التهجيد: عسى ربه إن طلقكن، والله هو ممكن يطلقكم كلكم، وبعد ما يطلقكم كلكم أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات سائحات ثيبات وأبكارا. ربنا مش هيسيبه كده، ربنا بيسنده في جميع مواقفه. عشان كده بعديها أمهات المؤمنين خلاص تابوا إلى الله توبة نصوحة واستقيموا، عشان هم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ده كان معاملة في منزل النبي عشان يبقى في بيوتنا كلنا، في منازلنا كلنا. أيضا عندما نزل قول الله عز وجل: وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. عايز تتجوزها جوزها، عايز تاخدها خدها، عايز تنكحها انكحها براحتك. دي امرأة وهبت نفسها للنبي. السيدة عائشة من غيرتها على زوجها النبي حبيبها صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، أو تهب الحرة نفسها؟ هي دي مش امرأة حرة؟ ازاي يعني تهبك نفسها ازاي؟ فنزل قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يعني اللي انت عايز كله اعمله، عايز تاخد دي، عايز تسيب دي، عايز تقوي لك دي، عايز تترك دي، اللي انت عايزه كله اعمله. فعندها قالت السيدة عائشة: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. يعني اللي انت عايزه كله ايه؟ كله بيعمله لك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان حبيب الله، وربنا كان بيحبه وبيدافع عنه وبيسنده. اسمعي من دفاع الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أبو جهل أن يرمي عليه حجر وهو ساجد. أخذ حجر كبير كده ولقى النبي صلى الله عليه وسلم ساجد عند الكعبة، فقال القوم: سأشق رأسه. وخد الحجر ده ورايح، ربنا شخص له ملك من الملائكة كأنه وحش كبير. هرب أبو جهل، هرب ليه؟ عشان ربنا حمى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا شوفي بقى الحماية اللي جاية الجميلة قوي دي، عندما نزلت سورة المسد وقال الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخر السورة، إلى قوله عز وجل: وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. علمت امرأة أبو لهب اللي هي تسمى أم جميل، علمت أنها ستكون في النار تحمل الوقود، تحمل الحطب، حطب النار هو الوقود، تحمل الحجر اللي هو وقود النار وترمي بيه حتى تشعل النار اكتر، وهي بتحمله وبتعمل كده في رقبتها وفي جيجها رقبتها كده كأن عقد كبير كده حبل من مسد، حبل من نار.
فالمرأة أم جميل دي عرفت إن ده هجاء من النبي ليها، قالت هو بيشتمني، هو بيقول عليا كده، يعني كأنه بيدعي عليا أو بيشتمني. فأخذت حجر كبير وجرت زي المجنونة تبحث عنه وتقول للناس: أين محمد؟ أين محمد؟ لقد هجاني، أقسمت باللات والعزى لأفلقن رأسه. فكان الناس يقولون لها: التمسيه عند أبو بكر، أو مش هنا، شوفيه قاعد عنده، هو ما بيمشيش من عند أبو بكر، أو أبو بكر عنده، التمسيه عند أبو بكر. المرأة دخلت تجري على أبو بكر، وفعلا كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند أبو بكر، هما الاتنين بس اللي قاعدين. فدخلت المرأة زي المجنونة وهي ماسكة الحجر وتقول لأبو بكر: أين محمد؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قاعد. فأبو بكر نظر للمرأة كده وقال لها: ها؟ قالت له: أين محمد؟ لقد هجاني وأقسمت باللات والعزى لأشقن رأسه. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه بص كده للنبي صلى الله عليه وسلم وبص تاني للمرأة، يعني أهو ده قاعد، وبص لها كده قال لها: ها؟ مش عارف يتكلم. فالمرأة لما لقيته مش بيجاوب والنبي ما شافتهوش أصلا، خدت بعدها ومشت، جرت زي المجنونة. فسيدنا أبو بكر بص كده للنبي، نظر إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم تبسم كده وقال: يا أبا بكر، أرأيت كيف أخذ الله بصرها عني؟ شفت ربنا عماها ازاي ان هي ما شافتنيش خالص؟ لا إله إلا الله، سبحانك يا ربي. ربنا عز وجل كان بيحب النبي قوي، وجعل طاعة النبي من طاعة الله، وجعل حب النبي من حب الله، فقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. عايزة تطيعي ربنا؟ اطيعي النبي الأول. أيضا قال: قل إن كنتم، قل لهم كده: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. عايزين ربنا يحبنا؟ طبعا فاتبعوني. اتبعوني يعني حبوا النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، على طول ربنا هيحبكم وهيغفر لكم ذنوبكم. سمعتي بقى عن النبي الجميل ده؟ سمعتي عن نبي الرحمة؟ سمعتي النبي كان بيحب أمته ازاي في الدرس اللي قلناه قبل كده؟ وسمعتي ربنا بيحبه ازاي في الدرس دوت صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي جعلنا مسلمين، الحمد لله الذي جعلنا من أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا.